ولأن اتطلب مني كتير جدًا طريقة تثبيت برامج الدكتور فرفر الخاصة بالتسويق الإلكتروني، فأنا دلوقتي هاعرّفكم على أهم الخطوات اللي ممكن تخلّيكم تنزّلوا البرامج ديّة بطريقة سهلة جدًا، وفي نفس الوقت تتثبت معاكم بدون أي مشاكل. أول حاجة أنا بادخل على المتصفح اللي عندي، وبابدأ أكتب مثلًا اسم الأداة، أو بادخل على اللينك اللي بيبقى موجود تحت كل فيديو، وبعد ما بتفتح معانا الصفحة ديّة بنبدأ ندخل على أول لينك، بتفتح معانا صفحة الموقع بالشكل ده. بنبدأ ننزل تحت كده على المربع الأزرق دوّة أو المستطيل الأزرق وندوس عليه، هينقلنا للصفحة ديّة، هيجيب تايمر معين فيه 30 ثانية، نستنى 30 ثانية دول عقبال ما يخلصوا. طبعًا لو ظهرت معانا حاجة زي كده نقفلها من X هنا. بعد ما التايمر خلص نقلنا للصفحة ديّة، بنبدأ ننزل تحت هنلاقي عندنا اختيارين Premium download أو Free download، بنبدأ نختار Free download. لو دوسنا عليه بيفتح معانا صفحة إعلانات كده بنقفلها، بعد كده بندوس عليها مرة تانية، بنقفلها برضه. ندوس عليها مرة تانية. كل دي إعلانات ما تهمناش في حاجة ومش عايزينها، لغاية ما ندوس عليها كده في الآخر وتفتح معانا الصفحة ديّة. بعد ما تفتح معانا الصفحة ديّة هنلاقي تايمر ظهر تاني هنا، بنبدأ ندوس إن إحنا مش روبوت، نقفل كل الإعلانات ديّة ونبدأ ندوس هنا تاني. أي إعلان يظهر لازم نقفله زي ما باقفله كده دلوقتي. بعد كده علامة الصح دي معناها إن أنا خلاص تمام، جاهز إن أنا أعمل داونلود. أول ما عدد الثواني دي تخلص بادوس برضه على اللينك بالاقيه فتح لي إعلانات، بافضل أدوس عليه لغاية ما ينقلني لصفحة التحميل اللي هي ديّة. بيجيب لي علامة هنا بيقول لي في داونلود، باقول له أيوه داونلود، بالاقي البرنامج نزل معايا في الحتة دي أهو. وبعد ما نزلت معانا الأداة بنبدأ ندخل عليها كده، وكده أنا هيبقى فاضل لي خطوتين. الخطوة الأولى إني أوقّف جدار الحماية الخاص بالويندوز عشان ما يكتشفش إن البرنامج ده cracked، والخطوة التانية إني أثبّت البرنامج دوّة بعد ما هاقفل جدار الحماية. بابدأ أعمل extract للبرنامج اللي هيوقّف لي جدار الحماية. بابدأ أفُك الضغط عن البرنامج اللي هيوقّف لي جدار الحماية، بادوس عليه دوستين، بيطلب منّي password باكتب له 1، 2، 3، بيفتح معايا البرنامج بالشكل ده. بادوس على كلمة extract، أعمل له extract في الديسكتوب، أوكي، باقفل ديّة. بعد ما عملت له extract هالاقيه موجود هنا بالشكل ده، أسحبه كده وهابدأ أدوس عليه دوستين. هيقول لي أنت عايز تعمل إيه في جدار الحماية بتاعك. أنا في الغالب جدار الحماية بتاعي هيبقى on، أنا هاقول له disable windows defender. هادوس على الدوسة ديّة هالاقي اللون بقي أحمر بالشكل ده، وبكده جدار الحماية بتاعي بقي مقفول، وكده بقى جاهز إن أنا أبدأ أثبِّت برامج الدكتور فرفر اللي بتعتبر cracked، لإنها يعتبر برامج حصل عليها cracked أو متعدلة من شخص مش هو اللي طوّر البرنامج أو مش هو اللي عمله أول مرّة. بعد كده بادخل على الأداة بتاعة الإنستجرام وبادوس على وبابدأ أعمل لها extract. بالاقي الأداة فتحت معايا بالشكل ده، بادوس عليها. بعد كده بادخل على setup وبادوس على الأداة عشان أبدأ أثبِّتها. عشان ما يحصلش أي مشكلة أثناء التثبيت لازم أبقى قافل جدار الحماية. كل الكلام ده بادوس عليه أوكي. بعد كده next، accept، next، next، install. وبعد ما خلصت معانا عملية التثبيت هنلاقي البرنامج فتح معانا بالشكل ده، بنقول لا أنا مش عايز أعمل restart، وبعد كده باطلع هنا بالاقي البرنامج اتثبت معايا عادي، لو دوست عليه وشغلته هالاقيه اشتغل بمنتهى البساطة يعني. وطبعا لينكات البرامج دي هسيبها لكم في الوصف في الديسكريبشن تحت الفيديو ده. وبكده نكون شرحنا ازاي نقدر نثبت برامج الدكتور فرفر ونقفل جدار الحماية بطريقة سهلة جدا.